أهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنتعلم نعمل الحمام المحشي في البيت بأسهل وأسرع طريقة وبحشوة مميزة جدا وسهلة وطعم جنان. تابعونا وهتشوفوا أحلى طريقة وأسهل طريقة للحمام. أول حاجة هنجيب الحمام بالشكل ده، وبعد كده هنبتدي نغسله كويس ونرش عليه ملح من بره ومن جوه ونسيبه في الملح 5 دقايق، وبعد كده نبتدي نغسله تاني. اهم حاجة الحمام يتغسل كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي زفارة نهائي. هنمسك الملح بالشكل ده ونبتدي ندعكه كويس ونحطه بين الجلد وتحت، واهم حاجة في داخل الحمامة نفسها. وبعد كده هنبتدي نغسله بالشكل ده. وبعد ما نضفنا الحمام بالشكل ده هنبتدي نخلي الرقبة من الجلد زي ما انتوا شايفين، ودي على حسب الرغبة، في ناس بتحبها كاملة او لا، كل واحد ورغبته. بس احنا هنبتدي نخلي الرقبة بالشكل ده من الجلد، وبعد كده هنبتدي نقطع الرقبة زي ما حضراتكم شايفين. واحنا بنشيل الرقبة بالراس عشان لما نيجي نحشيها تكون سريعة في الحشوة ويتملي المنطقة دي كلها بالرز او بالحشو بتاعنا. وبعد كده عندنا بصلة مفرومة بالشكل ده او مبشورة، هنحط عليها ملح وفلفل. طبعا كل واحد على حسب الكمية اللي عنده، ممكن مثلا ناس عندها مثلا كمية حمام كبيرة او حمام صغيرة، كل واحد وعلى حسب الكمية اللي عنده. يعني مثلا كل حمامة تاخد مثلا ربع بصلاية كبيرة معاها رشة ملح ورشة فلفل، ونبتدي ندعكها بالشكل ده من تحت الجلد وفوق الجلد زي ما حضراتكم شايفين، ونسيبها في التتبيلة دي لمدة ربع ساعة أو نص ساعة. وممكن نرش رشة قرفة، ده اللي حسب الرغبة، وعامة القرفة بتشيل الزفارة من الطيور. وبعد كده عندنا حشو الحمام، عندنا بصلاية متقطعة هنبتدي نحمرها في زبدة أو سمنة، وبعد كده هنرش رشة ملح ونبتدي نقلبه وهو بيتحمر. احنا بس عايزينه بس يتكرمل بسيط جدا، مش هنحمر البصل قوي. وبعد كده هنبتدي نحط رشة من الفلفل الاسود، معلقة صغيرة. عندنا كوباية من الفريك نقعينها لمدة نص ساعة. وبعد كده هنبتدي نحط كوباية من الفريك وكوباية طبعا من الرز المغسول والفريك على البصل، ونبتدي نقلبهم مع بعض بالشكل ده. الحشوة دي مميزة جدا وهتديكوا طعم جميل جدا في الحمام أو أي حشوة تانية زي البط أو الديك الرومي. معانا معلقة متوسطة من الملح والفلفل الأسود والبهار، هنبتدي نحطهم على الخليط بتاعنا اللي هو كوباية من الرز وكوباية من الفريك، ونسيبهم يتحمروا شوية مع البصل دقيقتين 3. وبعد كده نوطي النار ونحط المية المغلية ونسيبه يستوي 3/4 سوا. المية زي ما انتوا شايفين بس تكون مغطية الفريك والرز، وما نحاولش نسويه قوي عشان هو لسه هيستوي في الحمام. وبعد كده هنسيب الحشوة بتاعتنا تبرد، ولما تبرد هنبتدي نحشي الحمام بالشكل ده. برضو ما نحشوش قوي عشان ما يفتحش معانا في الحلة، نحشيه بالقدر المعقول. وهنحشي جوه البطن بالشكل ده كويس، وندخل صباعنا جوه كده لغاية ما كل الحشوة بتاعتنا تخش جوه. والحشوة بيبقى على حسب كل واحد ورغبته، عايز كتير عايز قليل، كل واحد وعلى حسب رغبته. واهم حاجة واحنا بنحشيها بالشكل ده ندخل صباعنا جوه لغاية ما كل الحشو بتاعنا يوصل لغاية الاخر. ومن عند منطقة الرقبة هنبتدي نحشيها بالشكل ده، ما نحاولش نكتر قوي عشان ما تفتحش مننا وهي بتتسلق.
وبعد كده عندنا من المنطقة اللي قدام هنبتدي نفتح بايدينا، ندخل صباعنا جوه لغاية ما يعني نعمل مجال ان احنا نقدر نحط فيه الحشو بتاعنا، ونبتدي نحشيها. برضو ما نحشيش قوي عشان الجلد ما تقطعش واحنا بنسلقها. وبعد كده هنمسك الحمامة بتاعتنا، نحط الكبد والقوانص او القلب نحطه، يعني نسد بيه الفتحة بتاعت الحمامة بالشكل ده، ونمسك رجل الحمامة وندخلها في المؤخرة بتاعتها، والرجل التانية هندخلها تحت الرجل الأولانية، يعني يبقوا عكس بعض زي حرف الإكس بالظبط، زي ما حضراتكم شايفين، واحدة عكس التانية. وفي الآخر ده الحمام بتاعنا بالشكل ده. وفي حلة على النار هنبتدي نحط مية، وأول ما تبتدي تغلي معانا هنحط بصلاية متوسطة، وهنحط معلقة متوسطة من الملح والفلفل الأسود والبهارات ومكعب مرقة، وممكن نحط ورق لورا، ونبتدي نقلبهم مع بعض ونسيبها لغاية ما تغلي. وأول ما المية تغلي هنبتدي نحط الحمام. دي تركاية مهمة جدا، لازم الشوربة تكون متبهرة عشان الحمام لما ينزل المية يشرب من الشوربة دي ويشرب من البهارات دي. الحمام هياخد سوا حوالي من نص ساعة لغاية 45 دقيقة، ما بيزيدش عن كده، على نار متوسطة. ولما الحمام يستوي هنبتدي نجيب صينية ونطلعه فيها. الحمد لله مفيش ولا واحدة فتحت معانا، لان اهم حاجة نظبط الحشوة بالظبط، ولا كتير ولا قليل، تكون مظبوطة عشان مفيش ولا اي حمامة تطلع منها الحشوة منها وهي على النار. هنعمل بقى دلوقتي الخلطة المميزة للتحمير. اول حاجة هنجيب معلقة من الصلصة كبيرة او معلقتين كبار، وبعد كده هنرش عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل، تتبيلة بسيطة جدا، ونبتدي ندعك الحمامة بالشكل ده بالصلصة. بعد كده عندنا طاسة مسخنينها كويس، هنحط فيها زبدة أو سمنة ومعاها رشة زيت، لو هنحط زبدة نحط رشة زيت. وبعد كده هنبتدي نقلي الحمام بالشكل ده، وبرضو على حسب رغبة كل واحد، في ناس بتحب محمر قوي أو لأ. وبعد كده هنبتدي نطلع الحمام في طبق التقديم بالشكل ده. أتمنى تكون الوصفة سهلة وسريعة وعجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك على الفيديو، واشتراك في القناة، سبسكرايب وشير للفيديو، وكمان ممكن تفعلوا الجرس عشان تشوفوا أحدث فيديوهات مطبخ السعادة. ولو حابين تستفسروا عن أي وصفة جديدة أو أي معلومة أو أي حاجة تحبوها، ممكن تتابعونا على مواقع التواصل الموجودة قدامكم.